شكرا لك محمد. يتواجد إلى جانبي سمو الأمير عبد الرحمن مساعد رئيس نادي الهلال لأول مرة على قناة الجزيرة الرياضية. نبارك لكم هذا الانتصار من أمام فريق الاتفاق. يسعدني أني أكون أول مرة على قناة الجزيرة الرياضية. الحمد لله رب العالمين، حققنا 3 نقاط مهمة جدا. تعرف الفرق الكبيرة، اتفاق فريق كبير ووضعه في الترتيب لا يعكس حقيقة قوته، خصوصا أنه عنده مدرب جديد متميز، كانوا حريصين على أنهم يحسنوا وضعهم ونلعب خارج أرضنا. احنا كان مهم ال3 نقاط، هذه أهم 3 نقاط في الدوري إلى الآن في رأيي. في بداية الشوط الثاني كان الفريق الاتفاقي يضغط على الفريق الهلالي بشكل كبير، أهدروا فرص كبيرة كانت منها إحدى الكرات في العارضة. هل شعرت في لحظة من اللحظات من المباراة من الممكن أن تذهب من فريق الهلال؟ أنا من قبل المباراة كنت متخوف جدا من مباراة الاتفاق لسبب بسيط، أيضا نحن التوقف يؤثر علينا. تعرف الفريق كان يمشي في رتم متميز ويفوز بنتائج كبيرة وبمستويات متميزة، فلما يتوقف الدوري قرابة 20 يوم هذا يعمل دروب في الفريق. يعني صعب انك تبعد اللاعبين عن المباريات لمده 20 يوم، حتى المباريات الوديه اذا بتحب تلعب مباراه وديه ما تعوض هذا الامر. فمن هالمنطلق فترات التوقف تضر فينا كثيرا، فعلشان كذا كان المهم 3 نقاط فقط، ما كنا نبحث عن المستوى. وان كنت اعتقد المستوى يعبر عنه الفرص الكثيره اللي اضعناها، في اتيحت فرص كثيره وهذا يبين انه في جهد داخل الملعب. لو سجلنا فرصتين الشوط الاول كان ارتحنا كثير في المباراه. فرص التوقف هذه اثرت على الفريق الهلالي، الان توقف اخر سيحيط بالفريق الهلالي يعود بعده الى مباراتين قويتين امام الشباب والاتحاد في 12 يوم، بس هذه مبرره. تعرف احنا في السعوديه فتره الحج ويعني وهذا شيء طبيعي يعني، ولكن انا اتكلم عن فتره التوقف اللي يكون يا اما ايام فيفا يا اما يعني اسباب اخرى، ولكن فتره يعني ال10 الاواخر في رمضان و10 ذو الحجه والعيد طبعا من الصعب انه يكون ما في توقف. يعني الامير بصراحه هل تاخر مباريات نادي الاتحاد بسبب البطوله الاسيويه وتاجيل بعض المباريات سهل مهمه الهلال واعطاه بعض من الدفع النفسي في تصدر الدوري السعودي؟ صدقني احنا نلعب المباريات ما ننظر الاتحاد ننظر لمباراتنا معاه اذا وصلنا لها، ولكن الفريق اللي يبغى يفوز بالدوري لازم يفكر كل مباراه على حده، واذا جت مباراه الاتحاد يعني لكل حادث حديث. الف مبروك سمو. شكرا جزيلا. شكرا لسمو الامير عبد